الحكم على هشام الملولي ب8 أشهر حبسا نافذا والإفراج عن نزار. إليكم التفاصيل. قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس اليوم الجمعة ب8 أشهر حبسا نافذا في حق الشرطي السابق والمشهور هشام الملولي، كما قضت بالسجن على الطرف الثالث الملقب بمول الغرامة بالسجن 3 سنوات نافذة، والإفراج عن نزار أسبيتي بعد قضائه مدة حبسية مدتها 3 أشهر. وكانت مصالح الأمن بمكناس قد أوقفت قبل أشهر كل من هشام الملولي ونزار أسبيتي على خلفية تورطهما في قضية تبادل العنف رفقة شخص ثالث ليتقرر وضعهم رهن الاعتقال ومتابعتهم بتهم مرتبطة بإهانة موظفين أثناء مزاولتهم لعملهم بالسب والشتم، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها، وبث وتوزيع عبر الوسائط الإلكترونية ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.